أهلا أهلا، كيفكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مس سلمى، معلمة رياض أطفال، بقدم التعليم والرسم للأطفال والأمهات والمبتدئين بأسلوب بسيط وممتع وسهل. النهاردة هنتعلم ازاي نرسم طيارة بطريقة كرتونية وجميلة جدا للأطفال والمبتدئين، خطوة بخطوة. يلا هاتوا ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هرسم كيرف بسيط بالطريقة دي، كأن بكتب رقم 4. بعدين من فوق عند بداية الخط هكمل بخط طويل فيه انحناء بسيط واطلع لفوق، وكل ده وانا بمشي في الرسمة علشان تكون سهلة وانتوا بترسموها. وبعد ما اطلع لفوق انزل لتحت بشكل شبه المثلث، واكمل الى ما احس ان الخط متساوي مع الخط اللي في الطرف التاني، والف وافضل ماشية واقف في النص بدون ما اجمعهم ببعض. كده احنا رسمنا جسم الطيارة. بعدين اطلع شوية فوق في نص الخطين اللي رسمتهم، واعمل خط يقف عند نهاية الخطوط اللي تحت. انزل لتحت بخط منحني من الاتجاهين واربطهم ببعض من تحت، بس بدون زاوية صريحة. ومن فوق من النص اعمل نفس الطريقة، اطلع بخطين واربطهم ببعض. وكده احنا رسمنا جناحين الطيارة. بعدين في النص هنا هعمل الشكل ده زي حرف اليو بس نايم، وهعمل كام دائرة صغيرة في النص علشان نبين شكل الشبابيك. وهرسم في نص كل جناح خط، وفي ديل الطيارة هعمل مثلث صغير فوق. دلوقتي هنحدد الرسمة بالقلم الأسود علشان تبان أوضح، وأسيبكم انتم تلونوا بالطريقة اللي بتحبوها. يا رب يكون الفيديو عجبكم والرسمة حبيتوها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوفوا كل جديد وسهل في عالم التعليم والرسم للأطفال. ويلا أسيبكم مع فقرة المفضلة، التلوين.